ترامب هو هتلر العالم الجديد. ترامب يغزو ويقتل وينهب البلدان دون رادع بقوة السلاح، وطموحه للموارد الطبيعية وكراهيته وتشويهه لسمعة الشعوب والقادة كفى صمتا وتواطؤا في مواجهة هتلر الجديد الذي يسعى إلى إبادة ملايين البشر. هكذا علق الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس على هجوم ترامب الأخير على فنزويلا واختطافه لرئيسها. لكن ما فعله ترامب مع فنزويلا وسكوت العالم على ذلك، ألا يعطي الشرعية للصين وروسيا بفعل نفس الشيء مع تايوان وأوكرانيا؟ طبعا لا يمكن لترامب في ذلك الوقت أن يعارضهم باستعمال حجة احترام سيادة الدول والقانون الدولي. الواضح أن العالم بأسره على صفيح ساخن، قوى عظمى لديها مشاريع استعمارية توسعية على حساب دول أضعف منها، لن يحميها من بطشها لا قانون دولي ولا معاهدات. هذه الفترة التي نعيشها تشبه لحد كبير فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية، لكن بعد قرن تقريبا من انتهاء الحرب العالمية الثانية نحن العرب لم نستوعب الدرس السابق ونعد أنفسنا لمثل هذه الأوقات. ولا دولة عربية تصنع السلاح، حتى الأسلحة التي تشتريها الدول النفطية الغنية دوما لدى مصنعيها القدرة على التحكم فيها في حالة استعملت ضدهم.